أهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من برنامجكم كرد شو. اليوم راح نحكي بالعربي مشان الرخيصة غالية طبع. غالوكي أنا عربيتي ضعيفة فشغلي مخك إذا عندك مخ مشان تفهمي علي، تمام؟ غالو شو مشان المقطع اللي نشرتيه عن إنه لو إنك وزيرة الدفاع راح تقتلي قسد وأطفالهم بالكيماوي تدفي عليهم تعملي منهم حطب. أكيد راح تنكري هالشي، ما هيك؟ انت قلتي انه انا مع ضرب قسد. لو كنت وزير دفاع بضرب قسد واطفالهم بالكيماوي ولا لا؟ اكيد لا، ولا بقول هيك شيء بحياتي. كذب. بس اذا اللي مصدقين اني انا قايله هالشيء، اذا انا هيك طلع مني، فانا بعتذر من جوات قلبي لكل الاكراد اللي بالعالم انه هيك مفكرين. ومن قسد بس اني انا معجبه بقسد اكس. انا اي دونت لايك قسد. يو دونت لايك قسد. ضربونا بغرضنا بوقت نحن كنا معتمدين عليهم ونحن مفكرينهم هن رفقاتنا ومنا وفينا. راح فجأة بيوم وليله صاروا هن عم يتحكموا بي. كنت عارفان انك راح تكذبي. طيب شو مشان منشورك الثاني اللي حذفتيه بتقولي فيه انه اي حدا مع قسد لو بنسبة 1% هو عدوك وينقلع من صفحتك وانسانيتك بتوقف عند اللي محاصرين اهلك. اهلك قصدك على جحش الاسد، قصدي جيش الاسد، لا تواخذيني عربيتي ضعيفة. يعني لو ما لك ناشر منشور الاول ما كنت نشرت الثاني بلا ما تفتحي تمك، اكيد راح ترجعي تنكري، ما هيك؟ وانا راح الحق الكذاب لورا الباب. كتي هلا فهمت عليكي. لا ولا عربيتي ضعيفة ما فهمت من الاول. كتي قلتي لي مزعوجة لأنه محاصرين أهلك اللي هن الشبيحة وكنت مفكرة أنهم أصدقائك وبدك تدفي. خلص وصلتي. أنا هلا بوصي الشباب يحصروكي أنت كمان بشي زاوية ويدفوكي منيح. شو رأيك هلا؟ كيفني معك؟ هاي رفقاتي، تعبالي العب شوية ميوزك. هيا لعيبة يا انتي، فرحانة يا درسانة ما هيك؟ مرحبا رفقاتي، شو أخباركم؟ أهلا وسهلا سرجعفاك. أول شي قاعدة عم بطبخ دجاج مكسيكي بفليش ويكرافيه بربي. هي يعني صحة وهنا. تاني شغلة بدي أقلكم إن شاء الله نهاركم حلو سعيد. في كم شغلة حابة أوضحهم. ونهارك مثل وشك كرام بك. هاي بالكردي يعني. تفضل احكي. إنه أول شي أنا أكيد مالي ضد الأكراد، لأنه يعني خالتي متجوزة كردي وعنا الأكراد يعني هن جزء من عائلتنا، والبست تبع البست فريند تبع ماما كردية وكل شي. والله مزاني بوجد خازي. الله أنا قلت لك فهمت عليكي شو بدك. لا وخلاص خلاص وتركيها علي. في فرق بين أكراد وبين قسد. قسد إذا دافعت قبل ولا ما دافعت عم بتمننونا إنه قاتلوا داعش، هي قصة، عرفتوا؟ بس لما قسد أو مين ما كان اسمهم، شو ما كانوا أي شعب بالعالم، ما بيهمني مين هن. لما بحكي أنا عن قسد فأنا بحكي على هدول الميليشيا بالذات اللي اسمهم قسد. لا ما في فرق مع سركيفات وبابيت. يلي مزعوج إني عم بحكي عنهم فأنت غريب نفسيا. طبعا شيء عادي انك تقولي راح تضرب الاولاد بالكيماوي والاطفال. هذا شيء عادي وطبيعي الانسان بيحكيه. لما يفيق من النوم بيقول انا بدي اقتل شيء ولد، يعني لما ياكل بيقول بدي اضرب كيماوي على كم طفل. هذا شيء عادي. بس انه يستغرب انت بتحكي على قسد، فاكيد هذا عنده امراض نفسيه كثيره. صح حكي. تفضلي يا فيلسوفه. الشغلة وما فيها انه هدول العالم محاصرين شعبي يلي انا بنتمي لهم انا كسورية، ويلي لازم كل كردي بسوريا يحس انه هو بينتمي لهم. لا حبيبتي هدول مو شعب، هدول شبيحة. يعني نحن سوريا فوق الله، يعني فوق كل شيء. الله فوق وسوريا تحت قصدي. ايه بقى شو كان بدي اقول لكم. الله فوق وسوريا هون. يعني بيكني تخونا خشيرينك. هلا قولي لي بربك، يعني شو شعري قبل ما تطلعي على البث بيني وبينك هيك؟ شو شعري؟ بالنسبة لسوريا، لما بنحكي عن سوريا هي رقم واحد، هي أهم شيء بالعالم. لما بيجي حدا بيحاصر ناس من أهلي وجماعتي 16 يوم ممنوع تشتغلوا، ممنوع تروحوا على المدرسة، حضرتكم مين بتكونوا انتوا؟ ما لنا شايفينكم، يعني انتوا ولا شيء. فالقصة وما فيها انه انتم مجرد عصابات عم تحاولوا تسيطروا على الشعب السوري الموجود هناك، والسوريين اللي هناك من حقهم ياكلوا، انتم عم تمنعوا عنهم الاكل ل4 ايام، من حقهم يشربوا 3 ايام. مين انتم لتعاقبوا الشعب السوري؟ عند مين عم تشتغلوا؟ عرفت عن مين عم تحكي. والله انا عرفت الجواب. عم تحكي عن بشار مو؟ اي والله مانع الاكل والشرب والماي والمازوت عم تحكي عليه. عرفت صح جوابي مو؟ واللي مصدوم اني انا مزعوجه منهم، فانتوا ناس ما بتشبهوني. اكيد ما بنشبهك. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق. لا وكيف نشبهك؟ اعوذ بالله. فكتير فرق وكتير منيح. اول شغله بس افهموها انه انا لما بحكي على القسد ما عم بحكي على الاكراد، والاكراد رفقاتنا وبحبهم وهن من عائلتي.
صح صح، مرة بتحبيهم مرة بدك تحرقيهم، واللي بيستغرب مريض نفسيا. صح كلامك 100%. أنا مالي مستغرب. هي شغلة. الشغلة الثانية، لما أنا عم بحكي عن حدا عم يقتل الشعب السوري، عم يعادي الشعب، عم يضرب رصاص على الجيش وعلى الشعب السوري، فاللي مزعوج من هذا الحكي مثل ما بده. لما أنا عم أقول لا تخافوا على الأطفال، أنا كغالة طبعا مالي رح أحرق أطفال وما رح أقتل أطفال وما رح أعمل شيء بالأطفال، لا تاكلوا هم كتير، ولا رح صير وزير دفاع، عرفتوا؟ إيه لا، وبعرف ما راح تصيري وزير الدفاع، لا وكلمتين ما تعرفي تحكي تصيري وزير الدفاع، تعرفي تدافعي عن حالك بالأول. فما بيهم إذا هذا الحكي صح أو ما له صح، أنا بيهمني أطفال سوريا فقط أول شيء. ما بيهمني أطفال موزمبيق وكل هدول، لما بدي نقي بين هالطفل وهالطفل عندي الطفل السوري قبل أول شيء. فهمانين هالقصة؟ يعني رجعتي لك قصة الأطفال، بدل ما تكحليها عميتيها، كي الطفل طفل وشو ما كان من وين ما كان طفل. يعني حتى أنت لو صار عندك طفل بعرف راح يكون ابن حرام، بس معلش طفل ما له ذنب بشكلك وخلقتك ومنظرك، والله ما له ذنب، الطفل طفل. وهيك بنكون وصلنا لنهاية حلقتنا. بتمنى تشاركوا الحلقة بين رفقاتكم، واللي ما راح يشارك راح ابعتوا لعند هاي البعبع مشان تضربوا بالكيماوي.